عسر هضم وانتفاخ ومن اكل ما استفاد من الاكل وتصير عندي اضطرابات حصريا بالامعاء احسها. شنو لازم ناخذ؟ لاكتو انزيم. اشرح لك هذا الشرح حتى تستفاد جدا وحتى تفهم انت ليش دا تاخذ الانزيمات الهاضمه. بالبطانه مال الامعاء يصير براز متحجر، يلطش بالبطانه مال الامعاء ويبقى يتحجر والبكتيريا تعيش عليه بدال ما تصرفه تعيش عليه وتسبب لك هاي الامراض اللي انت اصلا في غنى عنها. زين احنا شنو لازم نسوي؟ المفروض علينا ناخذ انزيمات هاضمه. هاي الانزيمات الهاضمه اختصاصها تفتت هذا التحجر وتساعدك بحركه الامعاء. وانت لازم شنو تسوي همينه؟ من تاخذ الحبايه حتى تشتغل وياك بصوره كلش حلو وترتاح نفسيا، لازم تاخذها وتطلع تتمشى. ايش وقت مفروض تاخذه؟ الصبح على معده فارغه. من اخذ على معده فارغه واشرب وراها جلاس مال مي، اطلع اتمشى حتى اشغل الحبايه واخلص من هاي الامراض كلها. هذا الكلام حكيناه بالنسبه للانسان الطبيعي راح يتخلص من هاي الامراض. بس بالنسبه لابو الحديد من نظيف الانزيمات الهاضمه، هنا احنا عندنا وجبات كلش هوايه، والوجبات الهوايه ممكن تسبب لنا ايضا انتفاخات وعسر بالهضم وبنفس الوقت تسبب حجم. لذلك من راح ياخذ حبايه من الانزيمات الهاضمه جدا راح يرتاح. ليش؟ لانه هاي الانزيمات الهاضمه اختصاصها تكسر الدهون، تكسر الالياف والكربوهيدرات والبروتينات، وبالتالي راح تساعد على نقل المغذيات العضلاته. وبهاي الحاله بعد ما يحتاج ياخذ هوايه بروبايوتيك للمعده، عندك بس هذا تقدر تاخذه. هسه ان شاء الله افتهمنا ببساطه شنو هذا المنتج وشلون راح يفيدنا، وانتم بعد راح تقررون راح تشتروا او لا. ودائما انا اقول لكم صحصحوا وياي افيدك.